أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان الله استوصفكم فإن تسفية الصوف من تمام الصلاة استوصفكم معتد الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الحمد من السماوات الله أكبر. الله أكبر. رافض رحمني وجبرني ورفعني ورزقني وعدني
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الحمد من السماوات ومن الأرض اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ارحمني وجبرني وارفعني ورزقني وعلمني. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahmadahu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar hadis mengenai beriman kepada hal-hal sesudah kematian. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ya Rasulullah qad shibta qala
syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Beliau bersabda, "Aku beruban karena surat Hud, surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, amma yatasaalun dan idza syamsu kuwirat." Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Beliau bersabda, "Aku beruban karena surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, amma yatasaalun dan idza syamsu kuwirat." Hadis riwayat Tirmizi. An Khalid bin Umar Al-Adawi radhiyallahu anhu qala khatabana Utbah bin Azwan radhiyallahu anhu fahamidallahu wa asna alaihi thumma qala amma ba'du fa inna ad-dunya qad azanat bisar min wa wallat hadza'a wa lam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina'i yatasabbuha sahibuha wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha fantaqilu bi khairi ma bihadratikum fa innahu qad dzukira lana annal hajara yulqa min syafati jahannam fayahwi fiha 70 aman la yudriku laha qa'ran wa wallahi latum la anna afa ajibtum walaqad zikira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannati masiratu 40 sanah wa la ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa huwa kadhizun minal ziham walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqash syajar hatta qarihat ashdaquna faltaqattu burdatan fashaqqaqtuha baini wa baina Sa'd bin Malik fattazartu binisfiha wattazara Sa'dun binisfiha fama asbaha al-yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin minal amsar wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa indallahi saghiran wa innaha lam takun nubuwatun qattu illa tanasakhat hatta yakuna akhiru aqibatiha mulkan fasatakhburuna wa tujarribuna al-amra ba'dana. Dari Khalid bin Umair Al-Adawi radhiyallahu anhu yang berkata, Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan kami. Ia memuji Allah dan menyanjungnya, lalu ia berkata, amma ba'du, sesungguhnya dunia telah memberitahukan bahwa ia akan habis dan akan hancur. Ia berlalu dengan cepat, umurnya tinggal sedikit lagi, seperti sisa air minum yang telah diminum pemiliknya. Sementara itu kalian akan berpindah dari dunia ini ke sebuah negeri yang tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu pergilah kalian ke sana dengan membawa sebaik-baik bekal yang kalian punya. Sungguh telah diceritakan kepada kami bahwa jika sebuah batu dilemparkan dari tepi neraka jahanam lalu jatuh ke dalamnya akan sampai selama 70 tahun, maka batu itu pun belum sampai pada dasarnya. Sungguh telah diceritakan kepada kami bahwa jika sebuah batu dilemparkan dari tepi neraka jahanam lalu jatuh ke dalamnya selama 70 tahun, maka batu itu pun belum sampai pada dasarnya. Demi Allah, neraka jahanam itu akan diisi penuh. Apakah kalian heran? Sungguh telah diceritakan pula kepada kami bahwasanya jarak antara dua daun pintu surga berjarak selama 40 tahun perjalanan. Sungguh telah diceritakan pula kepada kami bahwasanya jarak antara dua daun pintu surga selebar jarak perjalanan 40 tahun. Akan datang suatu hari ketika pintu surga itu penuh oleh manusia yang berdesak-desakan. Sungguh aku teringat kami bertujuh bersama Rasulullah SAW. Tidak ada makanan selain daun pohon sehingga sudut mulut kami berdarah. Lalu aku menemukan sehelai kain bermotif garis dan aku menyobeknya menjadi dua bagian, untukku dan untuk Sa'ad bin Malik.
separuhnya aku pakai sebagai sarung dan separuhnya lagi dipakai Sa'ad sebagai sarung. Kemudian pada hari itu setiap orang di antara kami telah menjadi gubernur di sebuah kota. Sungguh aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku merasa besar di dalam diriku, akan tetapi kecil di sisi Allah. Setiap masa kenabian pasti akan berganti secara perlahan sampai pada akhirnya menjadi kerajaan. Kelak kalian akan mengalami sendiri dan mendapat pengalaman bersama para pemimpin sepeninggal kami. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, sehingga sudut mulut kami terluka karena memakan daun yang kasar atau panas. Setiap masa kenabian pasti akan berganti secara perlahan. Qurtubi berkata, yakni pada zaman kenabian kebenaran ditegakkan, sifat zuhud terhadap dunia dan cinta akan akhirat terdapat di dalamnya. Lalu setelah terputusnya zaman kenabian dan para khalifah, keadaan akan berubah dan urusan agama pun berubah dan keadaan berbalik. Urusan agama berkurang sehingga bangkitlah kembali apa yang pernah ada pada masa kenabian. Inilah yang dimaksud dengan kata berganti secara perlahan. Intinya keadaan manusia sesudah para nabi dan para khalifah akan berubah menjadi kerajaan. Dari kitab Takmilatu Fathil Mulhim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi' fayaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau giliran tiba di rumahnya, biasanya beliau keluar pada akhir malam ke makam Baqi', lalu beliau membaca doa, semoga kesejahteraan menyertai kalian wahai penghuni kampung orang-orang mukmin. Telah datang pada kalian apa yang dijanjikan pada kalian, dan besok akan datang pula pada kalian apa yang kalian tangguhkan. Kami pun insya-Allah akan menyusul kalian. Wahai Allah, ampunlah penghuni makam Baqi' Gharqad. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari beriman kepada hal-hal sesudah mati. Insyaallah apa yang kita dengar kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'amin hamdan ya'fi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbana shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة وذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وعزنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لنفسنا طرفة عين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا في شهر رمضان ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.